نعم متابعينا الكرام، هكذا يبدو المشهد في حظيرة الجزائر في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم. فوضى واقتتال وطوابير وتدافع من أجل أبسط المواد الغذائية التي لم يستطع نظام حظيرة الجزائر، النظام الجزائري، على أنه يوفرها للجزائريين. وحتى مع دخول شهر رمضان الكريم لم يوفر لهم هذه المواد الغذائية البسيطة، الحليب والزيت والسميد وما جاورها من الأمور اللي من المفترض أن دولة عندها النفط والغاز تكون قادرة على أنها توفر هذه المسائل بكل سهولة. إلا أنه في نظام حظيرة الجزائر متابعينا الكرام كما تشاهدون أمامكم فوضى واقتتال من أجل الحصول على هذه المواد، وفي أول يوم من شهر رمضان الكريم. هذا هو الوضع البئيس متابعينا الكرام اللي كاين في حظيرة الجزائر. واللي كيعجبك في هذه المصيبه الكحلاوه هو انهم يدخلوا يتقاتلوا على ابسط المواد الغذائيه، كنتكلم على البوصباعيين، نهار كامل وهما في من طابور الى اخر من اجل الحصول على هذه المواد. في اخر المطاف كيخرجوا كيبقاو يسبوا في المغرب ويسبوا في المغاربه. ما عرفناش هاد الناس هذا التخلف العقلي اللي عندهم، هذا الدرجه اللي وصلوا ليه من هذا التخلف، من هذا البؤس، فين غادي يوصل من هنا يعني المستقبل. إذا متابعينا الكرام، هذا هو الوضع في حضارة الجزائر مع أول أيام رمضان الكريم. أراكم في فيديو قادم.